لان يمكن تكون اكبر مشكله في صحتنا النفسيه مش ان احنا وحشين او ان احنا مكتئبين او ان احنا محتاجين نكون اكثر ايجابيه. يمكن المشكله الحقيقيه ان احنا محتاجين نفهم نفسنا شويه، نعرف عقلنا بيشتغل ازاي. احنا مش فاهمين ليه بنهرب، ليه بنقارن، ليه بنخاف، ليه بنتعلق، وليه احيانا بنكون عارفين الصح وبرضه نعمل العكس. وهنا هقدر اتكلم عن نوع تاني من الكتابه تقدر تستخدمه، وانا شايفه هو من اكتر الحاجات المفيده لاي شخص عايز يهتم بصحته النفسيه، وهو الديلي جراتيتيود او الامتنان اليومي. بس قبل ما تقول انا هكتب 3 حاجات انا ممتن ليهم، خلينا نفهم اصلا يعني ايه جراتيتيود او امتنان. الجراتيتيود مش انك تظهر ان حياتك جميله او تنكر مشاكلك، او مش انك تقول انا تعبان بس كل حاجه عظيمه الحمد لله. لا، الجراتيتيود انك تلاحظ وتقدر الحاجات الجميله اللي موجوده اساسا في حياتك، بدل ما يكون كل تركيزك على الحاجات اللي ناقصاك وبس. وهنا تظهر نقطه مهمه جدا، احنا مش بنعمل المديتيشن او الجورنالينج او الجراتيتيود عشان تبقى حياتنا مثاليه، لا، احنا بنعمل الحاجات ديت لسبب واحد، ان احنا نرجع الوعي لحياتنا. لان من غير وعي ممكن الخوف يسوقك، والكل يتحكم فيك، والمقارنات تتحكم فيك، والكلام السلبي اللي في دماغك يسوقك، وفي الاخر انت تسال نفسك هو انا ليه حياتي عامله كده. وما تنساش تعمل فولو لو عايز تعرف اكتر عن الصحة النفسية، وهتلاقي الحلقة كاملة على قناة اليوتيوب.